السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم عيش التميس اللي هو الأفغاني بإذن الله إن شاء الله بأبسط المكونات، وبإذن الله تكون سهلة وسريعة بالنسبة لكم. أول حاجة يا حبايبي عندنا تقريبا نص كيلو دقيق زي ما احنا شايفين كده، دقيق ونخلينه سواء بمنخل أو بمصفى. دي أول حاجة. تاني خطوة عندنا هنا يا حبايبي دي معلقة خميرة فورية زي ما احنا شايفين، هنحطها في طبق كده. معلقتين من السكر، معلقتين صغيرين. طبعا احنا دلوقتي بنعاير بمقدار المعلقة الصغيرة لان احنا معانا نص كيلو دقيق بس. معانا هنا مية دافية، هنحط تقريبا نص كوباية مية دافية بس على المكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي ان احنا ندوبها كويس المية الدافية مع السكر، ونسيبها شوية علشان تتخمر. هنتركها تقريبا 10 دقايق ونغطيها كويس بحيث ان هي تتخمر معانا، ونرجع لكم في الخطوة اللي وراها. هنا يا حبايبي جبنا النص كيلو دقيق بتاعنا، فتحنا فيه فتحة في النص كده زي ما احنا شايفين. هنحط ربع معلقة ملح، ربع معلقة ملح زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو. تمام اهو، لان طبعا زي ما احنا قايلين ان احنا معانا نص كيلو دقيق بس. نقلب كده مع بعضنا شوية الملح اللي احنا حطيناهم. نجيب معلقة سمنة، ادي يا حبايبي معايا معلقة كبيرة من السمنة زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ ننزلها على الدقيق بتاعنا. هنبدأ يا حبايبي معلقة السمنة اللي احنا حطيناها نبدأ نفرك بيها الدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده فوق بايدينا الاتنين، عشان الدقيق بتاعنا يشرب من السمنة. كده بقى نبتدي ننزل الخميره بتاعتنا اللي احنا عاملينها. بصوا بسم الله ما شاء الله بقت نشطه ازاي وجميله، بسم الله ما شاء الله. نبدا ننزل كميه الخميره بتاعتنا ونبتدي نقلب الخميره بتاعتنا كويس كده. بصوا يا حبايبي هنا حطينا الميه بتاعتنا اللي فيها الخميره، الميه الدافيه اللي فيها السكر والخميره زي ما احنا شايفين. على فكره في حبايبنا ممكن يحطوا لبن بودره، ده برضو كويس جدا، مش وحش خالص ومش غلط، وده من الاساسيات برضو. ولكن انا بحب لما اجي اعمل العيش التميس اللي هو الافغاني دوت او السعودي او الاردني، كل واحد طبعا ايه وله طريقه طبعا في عمايله. انا بحب اعمل ايه بقى؟ ما بحطش لبن بودره، لا انا وانا بعجن ممكن اعجن بلبن دافي ولا حاجه. اللي انا حطاها جنبكم هنا دي اهي يا حبايبي، هاخد منها كميه على قد ما انا عاوزه، على قد ما اشوف العجينه بتاعتي هتتقبل مني قد ايه. هو المفروض انا معايا الكوبايه دي، مش هينفع نحط الكوبايه كلها على بعضها مره واحده، لا نحط على حسب كميه العجينه بتاعتنا هتاخد قد ايه، ونبتدي ان احنا ايه نشوف العجينه بتاعتنا وملمسها معانا. تمام، هنبتدي طبعا ده معانا زي ما احنا قلنا معانا كوبايه لبن دافي. هنبدا نسمي الله ونحط تقريبا ايه شويه كده صغيرين، ونبدا نعجن لحد ما نشوف الملمس بتاعنا هيحتاج قد ايه لبن. هنا يا حبايبي العجينه بتاعتنا لمت ازاي وبقت جميله، بصوا بقت طريه ازاي وقطنيه. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله، ده الملمس اللي احنا عاوزينه بقى بعد العجن. بعد ما نخلص عجين العجينه بتاعتنا هنغطيها ونحطها في مكان دافي، وبعد ما تتخمر هنرجع لكم تاني واوريكم الخطوه اللي وراها ايه يا حبايبي. خليكم معانا لاخر الفيديو. هنا يا حبايبي رجعنا لكم تاني بعد ما العجينه بتاعتنا اختمرت زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله. طلعناها من الطبق بتاعها، وهنحاول ان احنا نقسمها الى اتنين من الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا صينيه هنا مدهونه من ارضيه بتاعتها سمنه، هنحط العيش بتاعنا الخبز بتاعنا فيها، وهنسيبه شويه عشان يرتاح تقريبا 5 دقايق مش اكتر من كده. هنا العيش بتاعنا ارتاح زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. هنبدأ نسمي الله ونبدأ نفرده معانا بايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نغرز بصوابعنا زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي كده، واحنا بنفرده اهو. نسيب علامات بس كده بسيطة فيه.
دي خطوة. الخطوة اللي وراها هنبدأ معانا هنا شوية لبن، هنبدأ ندهن الوش بتاعه باللبن زي ما احنا شايفين كده. الخطوة اللي وراها معانا حبة البركة، هنبدأ معانا حبة البركة حبايبي زي ما احنا شايفين. هنبتدي نرش شوية كده على الوش، ومعانا كمان شوية سمسم برضو هنرش على الوش كده زي ما احنا شايفين كده حبايبي اهو. كده خلصنا معانا اول صينية من خبز التميس ديت. هندخلها ان شاء الله على فرن درجة حرارة 200. لازم تكون درجة حرارة عالية جدا في الفرن، وبعدين نحطه على الشبكة ونحاول ان احنا ناخد بالنا منه، لان هو طبعا احنا مرققينه، فهنبتدي نتابعه في الفرن. ما بياخدش وقت على فكرة خالص في الفرن. تمام يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. هنعمل الصينية التانية وندخلهم على الفرن على طول بإذن الله. كده يا حبايبي خلصنا عدد 2 قطعة خبز من التميس ان شاء الله بإذن الله. هندخله على الفرن على طول زي ما اتفقنا على درجة حرارة 200. خليكم معانا يا حبايبي واحنا بنقدمه لكم باذن الله، وان شاء الله فيديوهاتنا دايما تعجبكم وتنول اعجابكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم، ونشوفكم دايما في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.